السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد دائما أبدا ما دام وجه الله وهو الحي القيوم. دلوقتي بإذن الله احنا هنتكلم على المشاكل اللي ممكن تتعرض لها في المنصة بتاعت ماجيك داتا. ماجيك داتا يا جماعة من المنصات الجميلة جدا اللي شغلها حلو جدا، برغم ان في الفترة الأخيرة عملوا لها كذا أبديت وده سبب ان في مشاكل فيها، بس هي من المنصات اللي فعلا مريحة جدا جدا في شغلها، والشركة محترمة جدا وبتدفع بعد انتهاء المشروع، وعادة بتديك ما شاء الله داتا كتير فتقدر انك انت تحقق ربح حلو. ومشاريعها متنوعة، فيها تفريغ، فيها ترجمة، فيها تفريغ صور، يعني تكتب المكتوب في الصورة وتحدد الحاجات اللي فيها، والحاجات دي كلها مشاريع طيبة وبتكسبكوا حلو. حاولوا ان كنتوا تفهموا ان كنتوا ما ينفعش تشتغلوا لوحدكم، لازم كل واحد يبقى منضم لمجموعة معينة. المجموعة دي بتبقى فيها ليدر مسؤول عنها، شخص مسؤول عنها، والشخص دوت بيبقى عنده عميل المفروض بيتعامل معاه مع الشركة، يعني ما ينفعش تتعامل مع الشركة دايركت. اوكي، زي ما قلنا هي بتتعامل في مجموعات، ما ينفعش ان انا كشخص اروح رايح كده مع نفسي اقول لهم انا عايزه اشتغل على اي بروجكت من البروجكتس بتاعتك. فنخلي بالنا من الحكايه ديت. طبعا اهم حاجه في المشاكل اللي بتحصل فيها انك انت المنصه متبرمجه بطريقه معينه. لو انت عملت حاجه غير المنصه اللي مكتوب فيها، طبعا هيرفض تماما انك انت ايه تعمل التسجيل بتاعك. ماشي، فيعني انت مش هتقدر تحفظ، وساعات مش هتقدر انك انت خلاص راجعت واشتغلت وعملت سبميت، فمش هينفع انك انت تعيد الايه الشغل بتاعك. فنخلي بالنا عشان كل ايرور بيبقى ليه طريقة معينة للحل، والطريقة دي ممكن تكون عكس التنبيه التاني. ماشي، الخطأ اللي حصل ده ممكن يكون الاتنين عكس بعض، يعني انت لو عملت المشكلة ديت في المشكلة ديت الحل بتاعها هتضطر انك انت شغلك يضيع، فخلي بالك من الحكاية دي. فطبعا زي ما قلنا الحاجات التنبيهات ديت، المنصة بتبقى في حاجة انت عملتها غلط، او هي في حاجة هي محتاجة انك انت تعملها زيادة عشان تقدر انها تحفظ او انها تعمل سبميت. طب احنا هنحاول نمسك ايرور تنبيه من الخطأ دوت، ونحاول ان نقول لك الحل بتاعه ايه. وزي ما قلت لو سمحت اتأكد ان الغلط ده هيحصل، ما يبقاش معاه حاجة تانية، ولو معاه حاجة تانية هنقولك برضو تعمل ايه. ماشي، فخلي بالك. دلوقتي بإذن واحد أحد، دلوقتي في مشكلة اللي هي بتطلع دايما، اللي هي الرقم بتاع أنا لما أجي أعمل أي حاجة في المنصة. بصوا أنا إيه بعمل مثلا أي حاجة دلوقتي هنا اهوت، معك بيطلع لي اللي دراعة. هو الكود زي ما انتوا شايفين بيقول لي 404. 404 دوت 404 هو عبارة عن ان انا بصوا، يعني هو بصوا كل الموضوع ان انا الايرور ده ما تجاهلوش تماما، او بالاصح اتجاهله تماما، يعني كانك مش شايف حاجه. هو هيضايقك شويه لان هو مشكلته طول ما انا بعمل اي حاجه في المنصه هو بيطلع. ماشي، فهتلاقيه دايما طالع لك، دايما طالع لك كده، هو طول ما انا ايه بشتغل في المنصه. لو دوست حفظ يقعد يطلع لي، اعمل اي حاجه يعمل لي حفظ يطلع لي. فانت كل اللي انت هتعمله هتحاول تشتغل ببطء شويه. هكمل شغلي عادي يعني مفيش اي مشكله، هكمل شغلي وكل شويه ادوس سيف، كل شويه ادوس سيف. يبقى انا هعمل ايه؟ بصوا جاب لي بعد شويه ايه؟ سكسس. لما بتطلع لي سكسس دي يعني حفظ. انا بقى كل شويه ادوس سيف برضو. ماشي، ما تدوسي مره واحده، اتاكد ان الداتا بتاعتي اتسيفت صح، لان في ساعات بيبقى في مشكله في الكونكشن في البتاع، في مشكله في اي حاجه. ماشي، طيب في ايه تاني عندي من الايرورز؟ في ساعات بيطلع لك ايرور اسمه 504. طب 404 دوت لو جالك ومعاه 504 ومعاه النتورك فيلد، يعني الشبكة مش شغالة، أي التلاتة أكواد دول لو جم مع بعض وركز، هدوس سيف فقط، مش هعمل أي حاجة تانية. طب أفرق بينهم إزاي؟ لو أنا دلوقتي بعد ما خلصت واشتغلت لقيت الايرور تاني طلع، برضو اعمل سيف. كل ما يطلع لي التنبيه دوت 404 اعمل سيف. طب طلع 404 و504 او ان النت مش شغال، اعمل سيف برضو. هعمل كذا سيف كده ورا بعض هلاقي ان هو شغال. طب في حالة ان انا بشتغل دلوقتي
وجالي ايرور تاني خالص. الايرور دوت زي ما قلنا اسمه 504، والايرور ده مع الاسف بيجي لوحده، يعني ما فيش اي حاجه تانية معاه، لوحده كده. هو تلاقي كل ما تيجي تدوس حفظ يقول لك 504، تيجي تدوس سبميت يقول لك 504. لو قعدت 10 دقايق تدوس مش هيعمل لك اي حاجه. طب انا اعمل ايه بقى في الحاله ديت؟ في الحاله دي يا جماعه احاول ان انا هاجي، استنى هوريلكم الايرور الاول وبعديها باذن الله هندخل على الحل. هرجع واقول تاني، في حاله 404 ما تعملش حاجه ولا تفتح صفحه جديده ولا تعمل اعاده تسجيل ولا تعمل اي حاجه في المنصه. كل اللي هتعمله انك تدوس على الحفظ لحد ما تقبلها المنصه. ماشي؟ طب في حالة إن هي طلع معاها 504 و404 وإن في مشكلة في المنصة، فأنا كل اللي هعمله إن أنا هدوس حفظ برضو وأتجاهل تماما. طب أنا عندي المسجات دي بتطلع ومش عارف أشتغل كويس، كل اللي هعمله حضرتك إن أنا هشتغل ببطء شوية. يبقى عقبال ما أنا هكتب هتكون المسج خلصت. أنا كل ما أحرك حاجة هلاقي المسج خلصت. ماشي؟ يبقى أنا هبطأ الشغل بتاعي ما اشتغلش بسرعة. طيب على بركة الله. الايرور التاني اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة، استنوا انا هقول لكم. في عندك الكود بتاع 502 برضو، 502 زي 504 يا جماعة. ماشي؟ برضو هتلاقيه ان هو ايه، بصوا شكله تيجي تحفظ برضو يقول لك ايه request filled with status code اللي هو 502. ماشي؟ طيب في الحالة دي هعمل ايه؟ انا كل اللي هعمله هفتح المنصة عادي جدا، وهاجي اروح جاي هنا اهوت. انا اوريدي الشغل بتاعي اهو شغال، مفيش اي مشكلة عندي، والمنصة شغالة وانا دخلت على المنصة نفسها. ماشي؟ هاجي هعمل ايه بقى؟ هروح جاي هفتح ايه، صفحة جديدة، وهدخل على الشغل بتاعي واعمل ساين ان من اول وجديد. ماشي؟ يبقى انا الشغل بتاعي شغال ومفتوح ومفيهوش اي مشكله. ماشي؟ على نفس البراوزر، ما تروحش على براوزر تاني، انا الشغل بتاعي شغال. انا كل الموضوع ان انا هدخل على صفحه جديده وهدخل اعمل ساين ان من اول وجديد زي كاني هشتغل لاول مره. ماشي؟ خلصت الساين ان هروح جاي هنا اهوت وهعمل، يبقى المنصه بتاعتي شغاله، هعمل السيف بتاعي. ماشي؟ في حاله ان انا دخلت وعملت ساين ان هلاقي ان ايه، ان السيجمنت بتاعتي، هلاقي ان السيجمنت بتاعتي طالع منها ايه، بتقول لي ان الشغل بتاعي اتسيف وما فيهوش اي مشاكل. ماشي؟ يبقى انا في حاله ان انا بشتغل وظهر لي 502 504 هعمل اعاده تسجيل في صفحه تانية على نفس البراوزر على نفس المتصفح وهعمل ريفرش. طب في عندي ايرورز تانية ممكن تجيلي زي الايرور دوت اللي احنا لسه ظاهره عندنا. بيقول لي هنا هوت الايرور دوت، خلي بالك ان في عندك في عندك في السيجمنت رقم 42 فيها مشكلة ان هي الانبوت تكست سبيسيفيكيشن مش شغال. يعني ايه؟ يعني المنصة مش قادرة تقرأ الكلام اللي مكتوب. طب انا هعمل ايه في الحالة دي؟ ولا حاجة. يبقى انا عندي، بصوا شكل الايرور عشان ما تقعدش تقول لي ايه مش عارف. بصوا شكل الايرور بيجي لي هنا هو رقم وهنا كلام 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 كلام، وبيقول لك ايه في اخره تكست سبيسيفيكيشن. اوكي؟ تكست، اول لما تلاقي كلمة تكست هنا هو في الحتة ديت هتروح جاي اللي هي TEXT، هتروح جاي هنا هوت على المنصة بتاعتك وتروح داخل وتعمل اللي انا هقوله لك. هتعمل ايه؟ هتاخد الكلام اللي انت مكتوب عندك، Yes. هتاخد الكلام ماشي، وهتعمله هاخده كله، هعمل دبل كليك وهاخده كله كات اللي هو يعني قص. اوكي؟ كنترول قص وبعديها اعمل كنترول في في نفس اللحظه. يبقى هعمل ايه؟ هاخد الكلام هعلم عليه كله وهعمل كنترول، هعمل دبل كليك، هدوس مرتين كده بالماوس بتاعتي بالفاره بتاعتي واروح دايس اخد الكلام كله كات، يعني اقصه كله، وفي نفس المكان هعمله بالفي كنترول في واعمله البتاع بتاعي. طب
في الحالة دي ايه اللي هيحصل؟ في الحالة دي هاجي هعمل سيف، هلاقي ان الكلام اتقبل واتقرا وما فيهوش اي مشكلة في الحياة. ماشي، يبقى نخلي بالنا. طب في حالة ان انا جيت عملت سيف وطلع لي الايرور ده، بيقول لي هنا الايرور بيقول لي ايه؟ خلي بالك ان السيجمنت ديت رقم 176 انها فاضيه، امبتي يعني فاضيه. اجي هنا اهوت اختار اللي هي 176، ادخل عليها ابص الرقم هنا اهوت 176 لو نزلنا هنا تحت، بس هنا معلش مش باين قوي الرقم، بس دي كلها الارقام بتاعه المقاطع الصوتيه. هاجي هنا لازم اكتب فيها كلام، ماشي، ما ينفعش اسيبها فاضيه، ماشي، والكلام طبعا يكون باللهجه او اللغه بتاعه المنصه، ماشي. طب في حاله ان انا مش واخد بالي وبعمل شاتنج او بتكلم في اي حاجه وكتبت الرقم، كتبت حرف عربي بدل انجليزي ودوست سيف، ايه اللي هيجي لي بالظبط؟ هيجي لي هيقول لي خلي بالك ان الرقم اللي هي 176 برضو فيها حاجة مش متوافقة، برضو تكست سبيسيفيكيشن. هاجي اشيل واحط واقول شيماء قالت ان انا اشيلها خالص واعملها تاني، اروح دايس هنا سيف، هيقول لي نفس العيب. ليه بقى؟ لان هي هنا انا حاطط حرف اصلا غلط، هي الكلام المفروض يبقى عربي وانا بكتب كلام ايه، سوري كلام انجليزي وانا حاطط حرف عربي. طب اديني شلتها، نعمل سيف تاني ونشوف ايه اللي حصل. بصوا المنصة بدأت ان هي ما تطلعليش العيب تاني، اللي هو بيقول لي ان خلي بالك انك انت كاتب حاجة مش متوافقة مع شروط المنصة. بصوا عملت كذا ايه، كذا صح، كذا سيف، كذا حفظ، لقيتها اشتغلت ما فيهاش اي مشكلة. طب في ايه تاني من الحاجات؟ لو انا عندي هنا السبيكر يا جماعة مقفول، انا مثلا حاطة كلام والمفروض السبيكر يتكلم، ما هو اكيد لو ما حدش بيتكلم يبقى ما فيش كلام. فانا لو حاطه كلام وما اخترتش الايه السبيكر صح وحطيته 0 او 0 ما فيش حد متحدث ودوست سيف، هيقول لي بقى المسج خلي بالك ارجع للمسج ديت وخلي بالك ان هي في عندك نو سبيكر. بصوا كاتبين نو سبيكر نويز، المفروض نو سبيكر لا نويز، يعني هو المفروض محطوط لو هو اصلا في سبيكر وفي يبقى معاه كلام، لو هو ما فيش سبيكر وزيرو يبقى المفروض هنا هو ما يبقاش في كلام خالص. ماشي، هختار تاج من التاجات اللي تحت دي، هختار بقى التاج النجمه لو كلام مش مفهوم او كلام اجنبي مش من اللغه المستهدفه. هختار الان بي اس دي في حاله ان هو شخص المتحدث التاني هو اللي بيشتغل اللي بيتحدث. خلوا بالكم البروجكت دوت عباره عن متحدث واحد فقط هو المتحدث الرئيسي، اي صوت تاني المتحدث التاني بنختار الان بي اس وما نعمله المتحدث صفر وما بنفرغوش. البي اي اي اللي هي البيرسونال انفورميشن المعلومات الحساسه، اللي هي اسمك الرباعي، رقم الحساب البنك بتاعك، رقم تليفونك، رقم عنوانك، رقم السوشيال ميديا بتاعتك، الرقم الاجتماعي بتاعك، رقم التموين، اي حاجه دي المفروض انها تكون معلومات حساسه عنك، لازم تكون كلها في مقطع صوتي واحد ما يتعداش 15 ثانيه، ما يبقاش متقطعه، لو متقطعه تفرغ عادي، لو مش متقطعه زي ما قلنا هنختار السبيكر صفر ونحط التاج فقط. طب في حالة ان انا واحد بيضحك هنختار التاج برضو هيبقى السبيكر ونحط نقطع الايه الضحك ونخليه في موجة لوحدها ونختار الايه الضحك. طب في حالة اللي هو السونانت يعني انا بكح انا بعطس انا بعمل اي حاجة بتاوب، هروح مختار اللي هو الصوت طالع من المتحدث الاصلي مش كلام صوت. ماشي، زي ما اقول لك لا مش سوري او لا واعمل كده اهوت ماشي، او بتاوب بقول لك اهو ماشي انا بتاوب اهو دلوقتي طبيعي. طب في حاله ان في موسيقى، الموسيقى دي شغاله او اغنيه فيها يعني طبل وزمر وحاجات كده اهوت والات موسيقيه، هختار ميوزك. لو انا بدندن بقول لا 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 دي برضو ميوزك. لكن في حاله ان انا غنيت والكلام واضح وما فيش خلفيه موسيقى ورايا يبقى هتفرغ الكلام عادي لو هو نفس اللغه المستهدفه. طب في حاله ان هو مش اللغه المستهدفه، انا مثلا بفرغ ايطالي والاغنيه بالانجليزي، هختار الايه الستار النجمه. طب في حاله ان في تشويش في الخط وحد عمال يحرك السماعه كده وعامل صوت وعمال يخبط في ودني وفي هوا وحاجات كده هختار السيستم. طب في حاله الاي ان اس ان هي لو في ضوضاء او في ازعاج دوشه، كلب بيهوهو، قطه بتنونو، دبابه رزع، اي دوشه انت قاعد في السوق، اي حاجه صوت عصافير اي حاجه، هتختار الاي ان اس. طب في حاله لو في حد تاني بيتكلم مع المتحدث الرئيسي، يعني المتحدث التاني بيتكلم مع المتحدث الرئيسي، طبعا هختار ان طبعا السبيكر يكون المتحدث الرئيسي واختار التاج بتاع الذات. ماشي، خلوا بالكم
عشان الحاجات دي بتعمل لخبطة مع الناس. طب في حالة المتحدث الرئيسي بيتكلم وفي صوت عيل بيتكلم او اي حاجة مش المتحدث التاني، يبقى اتجاهله تماما، واي دوشة مع المتحدث ما اعتبرش ان في اي مشكلة، وما احطش اي تاج من التاجات. هي اصلا لو انت عامل المتحدث من نص هتلاقيها اتقفلت خالص، لازم يكون متحدث صفر عشان تشتغل. طيب في ايه تاني من الحاجات اللي ممكن تبقى مشكلة بالنسبة لك؟ زي ما قلت اي مشكلة يجيلك، اي تنبيه يجيلك، اي ايرور يجي، حاول انك انت ايه تحاول ان الشغل بتاعك تشوف السيجمنت دي وافتحها. هيقول لك مثلا السيجمنت دي فيها مشكله الفلانيه، تروح داخل وتشوف ايه المشكله وتحلها. في عندي برضو ايرور تاني ممكن يطلع لي يا جماعه، اللي هو معلش كبرتها برضو كالعاده. ايه الايرور ده؟ الايرور دوت اللي هو بيقول لك تايم اوت، ويقول لك ان هو انك انت تعديت الوقت المسموح بيه. هتتجاهل تماما يا جماعه المسج ديت، وكل اللي هتعمله هتقعد تدوس سيف، حفظ 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 لحد ما يطلع لك باللون الاخضر انها سكسس وانها اتقبلت. الايرور ده ساعات بيجي مع 404 و504 مع بعض. في الحالة دي قلنا بما ان هما الثلاثة مع بعض هدوس حفظ فقط، واياك تدخل تعمل اعادة تسجيل. ما تدخلش على صفحة تانية وتفتح الحساب بتاعك تاني، ان في لحظة هتلاقي الصفحة اللي انت فيها المشروع بتاعك الشغل بتاعك عملت ريفرش، وانت خرجت خالص وشغلك كله ما اتحفظ وشغلك كله ضاع، وهتعيده من اول وجديد. طب زي ما انتم شايفين انا في حالة ان مفيش نت خالص، مفيش نت عندي خالص، بيطلع لك المسج دي بيقول لك نتورك ايرور. خلي بالك يا جماعة اليانج بتاعك النت بتاعتك مش شغالة، ماشي؟ فانا اخلي بالي ان نتورك ايرور، اشوف الايه، ادخل هنا اشوف ايه الانترنت بتاعي شغال، اتاكد ان هو شغال وان انا كونكت ليه، ابص على الراوتر اشوف اللمض بتاعته متنوره مش متنوره وهكذا. طب ايه اللي اعمله في الحاله دي؟ اتجاهل تماما، اقعد اكمل شغلي وادوس كل شويه سيف لحد ما النتورك ترجع. طب مفيش نتورك وما بترجعش، اتني فاتح الصفحه على قد ما اقدر، احط اللابتوب فيه الفيشه بتاعته عشان اتاكد انه مش هيفصل عشان البطاريه، ولحد ما ترجع النت تاني ما اقفلش الصفحه ابدا، ما اقفلش الصفحه ابدا. اروح حاطط ايه، اول لما اتاكد ان النتورك شغال اروح عامل ايه، الحفظ، ادوس على الحفظ واتاكد ان هو اداني الايه، الحفظ بتاعي. طب في الحالة دي يا جماعة ممكن اعمل حاجة تانية. طب في الناس اللي بتقطع عندها الكهرباء، او انا اتأكد كده ان انا ادخل على الموبايل داتا بتاع الموبايل بتاعي، واحاول ان انا اعمل هوت سبوت لللابتوب، وهتقدر تاخدها من الاذر نتورك وتفتح هوت سبوت وتخلي ان هو تعمل سيرش في الانترنت على اسم الموبايل بتاعك وتدخل الباسورد الموجودة في الموبايل وتشتغل عادي جدا وتكمل شغلك عادي جدا جدا، مفيش اي مشاكل. طب في حالة الناس اللي هي عندها النت قاطع وبيقعد او الكهرباء قاطعة وبتقعد فترة، فايه، انا عشان ما بضيعش الكهرباء بتاعة الموبايل بتاعي او ما تخلصش الانترنت بتاعي عشان الباقة بتاعتي صغيرة، فانا كل الموضوع ان انا كل 10 دقايق هفتح الموبايل وابعت النت لللابتوب عشان اللابتوب ما يسحبش النت بتاعي ويدخل يبقى كذا ابلكيشن بيشتغل من ورا او كذا صفحه وعماله تعمل ستريم او تعمل داونلود للكلام وينزل الكلام فيسحب النت بتاعي كله. فانا كل الموضوع ان انا كل 10 دقايق كل ربع ساعه اتاكد ان الصفحه بتاعتي زي ما هي، واعمل ايه، احاول اعمل ساين ان، ماشي سوري مش ساين ان، احاول اتاكد ان ايه، ان الحاجه اشتغلت ولا مش شغاله. خلوا بالكم يا جماعه زي ما قلت في الحالات دي ما بتتقفلش المشروع خالص، ما بتقفلش المشروع، كل حالاتنا ما بتقفلش صفحه المشروع تماما، ماشي؟ فخلوا بالكم المواضيع سهله وبسيطه ما فيهاش اي مشكله. طب انا دلوقتي جيت عملت سبميت، وفي عندي مشكله في ايه، في بعض الحاجات مش كواليفايد، ماشي؟ يبقى انا المفروض هيقول لي ان عندي ايرور، ان انا ما ينفعش اعمل سبميت وعندي حاجه مش معمولها كواليفايد، ماشي؟ طب في حاله ان انا جيت اعمل، هو هيقول لك المسج، كل مسج هيقول لك فيها عيب ايه. طب في حاله ان انا جاي اعمل مسج وانا عامل هنا هوت الانترنت بتاعي، بس انا عايزه ادخلكم على استنى
يا جماعه خلوا بالكم عشان الكروم ساعات بيهبل ويجي. بصوا انا عندي فاتحه صفحه الكروم عادي، فعامله الاكونت بتاعي، بصوا فاتحها لي فين، فاتحها لي في الحته دي، مبين لي يا دوبك طرفها. طب انا اقدر ادخل على الشغل بتاعي ازاي يا جماعه؟ بصوا انا هقفلها خالص واوريكم ان الصفحه اصلا مش شغاله. بصوا انا مش قادره اوصل للصفحه بتاعتي خالص. طب انا اوصل لها ازاي؟ هدوس على الثلاث نقط اللي هنا وادخل هنا اعمل ايه، فول سكرين. ماشي. طب في حالة ان انا مش عارف، عايزة ادخل على صفحة جديدة، الصفحة الجديدة هعمل كنترول 2 هيفتح لي الصفحة الجديدة. طب في حالة ان انا اصلا مش فاتح صفحة اصلا، ماشي، يبقى هدخل تاني، هعمل هنا اهوت، افتح الصفحة بتاعة الكروم بتاعي وادخل على الاكونت بتاعي وهفتح مثلا يوتيوب، افتح اي حاجة، مفيش اي مشاكل. يبقى انا هاجي هفتحها من هنا الاول من الكروم نفسه، وبعديها هنزل تحت وهدوس على الاكونت بتاعي، خلاص هتختفي وهتيجي هنا اهوت. قلنا هنعمل ايه؟ هندخل نعمل فول سكرين، ثلاث نقط وبعديها السيتنج، وادخل على الفول سكرين، وعندك هتبقى كنترول 1 هيظهر لي المنصة بتاعتي اللي هي اول صفحة فاتحها، كنترول 2 الصفحة اللي بعدها، كنترول 3 هيطلع لي الايه طبعا المتصفح اللي بعده. ماشي. مش عارفه ما اطلعهاش ليه، بس هي المفروض تطلع. ماشي. طيب وانا طبعا عايزه اقفل، هقفل من الاكس ديت. هو قفلها، معرفش ليه اول مره بيقفل يا جماعه. فتك اتاكد ان هنا في 2 مفتوحين في الحاله بتاعه الكروم ديت، المشكله اللي بتحصل مع الكروم. اتاكد. بصوا قفلها تاني، معرفش بقى هيطلعها المرة دي ولا برضه هيعمل نفس المشكلة ومش هيقبل انه يشغلها. انت تنك وراه لحد اعمل ساين ان، كل شوية ادخل واعمل ساين ان لحد ما يفتحها لك هنا هو تحت. ماشي. طب بعض المشاكل ايه تاني ممكن تواجهنا؟ يعني هو زي ما قلنا اغلبية الحاجات هو بيبعت لك ايرور وبيحدد لك زي ما قلنا إيه رقم السيجمنت اللي فيها المشكلة، ويقول لك حاول انك انت ايه ترجع وتشوف هي فاضية، طب هي فيها حرف ناقص، طب هي فيها مسافة، فيها حاجات دي كلها. فزي ما قلنا إيه، انت بص عليها شوف كده، تأكد كلام مكتوب صح، في حرف غلط، في حاجة مش مفهومة، وهكذا. ماشي. طب في حالة، استنوا بس هوريكم ايه، انا عايزة اعرف زي ما قلت لك لو جالك الايرورز كده اتفتحت ورا بعض، ماشي، يبقى انا هبطأ شغلي شويه في 404 او 504 وهحاول ان انا اعمل. طب في ساعات هي بترفض خالص تعمل لك عشان انت بتكتب التركي، والتركي المنصه اصلا مش سيت اب. لو انت دخلت على المنصه بتاعتنا هتلاقي ان المنصه لا تدعم اللغه التركيه. طب انا هعمل ايه بقى عشان اخليها تعمل سبميت؟ باجي هنا اهو زي ما انتم شايفين في عندي مشكله ان المنصه هم لغوا كل اللغات، كان في قبل كده لغات كتير ما عدا التركيه. فانا لازم اخلي اول حرف يا جماعه سمول لتر في كل السيجمنت، ما اعملهوش كابيتال لتر ابدا. في بعض الساعات كانت المنصه بيبقوا شايلين منها الايرور تماما فبتسمح بالكابيتال لتر، لكن هي عاده تعملها سمول لتر اول حرف عشان تقبل انها تسيف معاك، وعلى بركة الله هتلاقيها سيفة. في حالة الألماني هي ساعات بتهنج وبترفض عشان فيها حروف فيها نقطتين وحروف مش عارفة معينة. زي ما قلنا هيطلع لك الايرور بتاع 504، هتروح رايح تسيب الصفحة مفتوحة 504 لوحده وتحاول تسيف، ما بتسيفش خالص خالص، ما بتعملش اي حاجة اكتر من مرة، يبقى انا هفتح صفحة جديدة واعمل ساين ان جديد. طب في حالة ان انا بعد ما اشتغلت وسيفت وقالت لي انت نجحت انك انت حفظت الداتا، رجعت عملت لي ال 504 تاني، ادخل على صفحة جديدة واعمل ساين ان جديد واعمل اعادة تسجيل جديد واعمل نفس الخطوات من اول وجديد، وايه استنى واسيف اسيف. ماشي. طيب في ايه تاني؟ معلش عشان انا بس انا كنت طول ما انا قاعده كل شويه يجيله ايرور اصوره عشان اقول لكم. طب بصوا دلوقتي انا عندي لازم ادخل على المدقق الاملائي بتاعي واحاول ان انا بصوا يا جماعه، انا عشان ادخل على التاسك بتاعي لو هو في الاون جوينج تاسك بدخل على الديتيلز دي. الديتيلز دي بتفتح لي حاجه اسمها الانسبكشن، او انا مش عارفه عندكم في المود زي عندنا في الكواليتي كنترول ولا لا. بدخل على انسبكشن ولو هو مش طالع عندك يعني
فبدخل على انسبكشن وبعديها بيدخلني على التاسك بتاعي. ماشي، فنخلي بالنا. يبقى انا بدخل ازاي؟ ارجع اعيد تاني. بفتح الانسبكشن بتاعي بتوع الكواليتي كنترول يا جماعه، وهتلاقي الداتا بتاعتك نازله هنا في الاون جوينج. في حاله التاسك اللي في المود انت بس هتدوس على اول حاجه فوق هتلاقيه حولك لايه للتاسك بتاعك. لكن هنا في الكواليتي كنترول لازم ادخل على الديتيلز وبعديها هيدخلني على الليست اوف انسبكشن، وبعديها هختار اول حاجه واروح جاي هنا على المنصه مش باينه، اعمل زوم ان من الثلاث نقط هنا اهوت واصغر حجم المنصه شويه. هنا 110 فاصغرها شويه، هتلاقي ايه الداتا كلها طلعت قدامك ومفيش حاجه مستخبيه يمين ولا شمال والمسطره اللي هنا اختفت. ادخل على انسبكشن واعمل. طب في حاله ان انا عايز المفروض اطلع المدقق الاملائي بتاعي، فانا هدخل على الثلاث نقط وبعديها هدخل على السيتنج، وبعد السيتنج هدخل على اللغه واتاكد ان ايه ضفت اللغه اللي انا بشتغل عليها دلوقتي في البروجكت بتاعي. انا مثلا البروجكت بتاعي دلوقتي اللي هو اللغه من اللغات، هعمل اد لانجويج وبعديها هكتب اسم اللغه بتاعتي وادوس اد، وبعديها هنزل تحت كده اهوت باذن واحد احد. هنزل تحت ادور هلاقي تحت في حاجه اسمها المدقق الاملائي او المساعد بتاعي. المساعد بتاعي احاول انزل لتحت كده اهوت. مش عارفه هي البتاع مش راضيه تطلع ليه. لو انت عندك فيه مشكله صغر، مش مشكله صغر وبقى اكبر بعدين. بصوا هنا enable grammar and spell check assistance، يعني افعل المدقق الاملائي والبتاع قواعد النحو، فاخليه هنا اهوت متاكتف واتاكد ان في المنصه لما اجي اشتغل الاقي الكلمات لو في اي غلط في الكلام مكتوب هتلاقي طلع لك تحته خط احمر. طب في حاله ان انا طلع لي خط احمر والشغل بتاعي لازم اتاكد ان ايه الكلام بتاعي ما فيهوش اي خطوط حمراء. ماشي، I have been always been انا interested دلوقتي in marketing and عايزه management, افتح but الصوت then او اقفله again, من التاب finance is also tempting. It if او اعمل سيف هيعمل اوكي. لو انا هنا اهوت اي كلمه مثلا ضفت لها اي حرف، لو بصوا نزل على طول خط احمر بيقول لي ان خلي بالك الكلمه دي فيها مشكله من المشاكل. هقف عليها زي ما انتم شايفين الخط الاحمر كده، مجرد ما هقف عليها يتفتح لي ان انا الكلمه دي المفروض تتكتب also، بالذات في الفرنش يا جماعه عشان بيبقى الكلام كله لازق في بعضه. انزل لتحت واختار اللغه الايه المفروض تتكتب. في حاله ان هي ما اتفتحتش معاكم ما اكتيفيتش، هتعمل رايت كليك، هتقعد تعمل تدوس على الفاره بتاعتك او الماوس اللي على اليمين وتستناها لحد ما يطلع لك السبيل تشيك وتشوف الكلام اللي هم بيقترحوه ايه اسمه. ماشي، خلوا بالكم ما تستهونش بالحكايه دي، لازم يطلع عندك عشان احنا ممكن يكون في كلام مكتوب وانا مش واخده بالي ما هو مهما انا كنت بيرفكت في اللغه وبفهم فيها ممكن اكون حرف اتعمل غلط، حاجه اتعملت غلط. طب في عندنا برضو مشكله تانية بتحصل لنا. لو انا جيت هنا هوت ورحت ايه في اخر حاجه خالص رحت حاطط علامتين ترقيمتين ورا بعض، يبقى انا عندي تأتأة ورحت حاطط مقطوع عندي الكلمه فحطيت الشرطه لازقه في الكلمه وبعدها المفروض مسافه. طب انا بعدها نقطه، المفروض ما ينفعش انا عندي ان انا علامه الترقيم ما تبقاش لازقه في الكلمه اللي قبلها. فانا لو دوست دلوقتي سيف بصوا المنصه مش هتقبل خالص خالص وهتطلع لي ايرور بيقول لي خلي بالك ان عندك البانكتشوال ماركس المفروض ما تبقاش not appear continuously، يعني ما تبقاش فيه علامتين ترقيم ورا بعض. يبقى انا اجي هنا الغي العلامه طبعا الترقيم بتاعه التأتأة واسيب النقطه. فخلوا بالكم في الحكايه دي. لو انا هنا برضو رحت حاطط فاصله او حاطط اي علامه ترقيم زائد اي حاجه برضو هتطلع لي نفس المسج. لو جيت هنا عملت سيف هيطلع لي ويقول لي خلي بالك في علامه ترقيم ورا بعضها لو سمحتي الغيها. ماشي، فانا هشوف رقم السيجمنت واروح رايح الغي الايه علامه الترقيم. زي ما انتم شايفين في التأتأة بكتب نص الحرف نص الكلام اللي اتنطق وبعديها لازق فيها الشرطه فوق السطر وبعديها مسافه وبعدها
كلمة عادي، او لو هو في جملة مش مشكلة احط بقية الجملة، المهم يبقى فيه الكلمة دي، الحروف دي هتبقى موجودة في اي كلام بعدها. ماشي. طيب في حالة انك انت كاتب ارقام، برضو اعتقد المنصة ما بتقبلش الارقام. لو انا كتبت ارقام كده اعتقد المنصة مش هتقبلها وهتطلع ايرور. اهم حاجة تعرف ان مفيش ارقام. بصوا هنا بيقول لي ما ينفعش انك انت تكتب ارقام عشان مش متوافقة مع التكست سبيسيفيكيشن، فانا المفروض هكتب 45 بالحروف وليس بالارقام الديجيتال. اوكي، فاخلي بالي من الحاجات دي كلها. بتقولك ان المنصة متبرمجة على طريقة معينة، لو سمحت ما تتجاهلهاش. ماشي. طبعا كلنا عارفين في اللغة الألمانية يا جماعة الكلمات ما ينفعش ان انا اعملها كلها سمول. احنا عندنا القاعدة بتقول اول حرف كابيتال لتر، اخر حاجة نقطة، وفي الوسط الكلام المفروض كله يبقى سمول، ما عدا بعد علامة الاستفهام وعلامة التعجب بيبقى فيه مسافة، لازقة علامة الاستفهام والتعجب في الكلمة اللي قبلها وبعدها مسافة وبعديها بتكتب الحرف كابيتال لتر. الاسماء العلم اللي هي اسم بلد، اسم نهر، اسمي انا الشخصي، اسم اي حد، بيبقى لازم كابيتال لتر. اسماء الاشهر، اسماء الاسابيع، سوري الايام الاسبوع وهكذا بتبقى كابيتال لتر. في حالة الألمانية فقط يا جماعة ما ينفعش، في عندهم أغلبية الكلام بيتحط كابيتال لتر. بتعتبر الكلمات زي اللغة العربية لما تضيف كلمة ال للكلمات. أنا لو بقول لك دلوقتي الكتاب هقول إيه؟ بوخ. أوكي، بوخ بالألماني يبقى أول حرف البي ديت زي بوك. اوكي، كانك بتقول بوك، بي او او كي، يبقى انا اول حرف ده هيبقى كابيتال لتر. ماشي، فخلي بالك عندك الكتاب والجميل هيبقى شونه، هيبقى الاس اول حرف هيبقى ايه؟ كابيتال لتر، وهكذا. خلوا بالكم عشان لو انت ما عملتش كده وعملت سبميت المنصه مش هتقول لك ان في ايرور، بس حضرتك مش هتطرد من المشروع، والعميل ممكن يسحب البروجكت من الليدر، والشركه قصدي تسحب البروجكت من الايه البتاع. خلوا بالكوا عشان ممكن يجيلك وانت بتشتغل كده تلاقي ان جالك يقولك وقتك خلص تماما وارجع الليدر المشروع. ماشي، في الحالة دي معناها ايه؟ معناها ان حضرتك سبت التاسك بتاعك كتير جدا لدرجة ان ايه؟ ان العميل بتاعك سحب التاسك عشان انت مش عارف تشتغله في الوقت المحدد، وده طبعا سبب انك انت شغلك كله هيضيع وهيتحرر الداتا، ويعني هتتحرر يعني تتاخد منك وتنزل تاني في القائمة الرئيسية. اي حد من زمايلك في اي فريق يسحبها، الا لو انت عندك ايه؟ فريق خاص بيك انت لوحدك. الباتش بتاعك دوت اللي هي مجموعة التاسكات اللي نازلة، مجموعة الشغل خاصة بيك انت. طب في ساعات تانية بتبقى انت جاي بتشتغل عادي ومفيش اي مشاكل، بالذات الناس اللي عندها كواليتي كنترول يا جماعة، وجا هنا هوت وراح عامل unqualified، وبعد ما عمل unqualified هيطلع ان عندي الكواليفايد بيبقى اخضر، الانكواليفايد بيبقى لونه اورنج، بيبقى لونه برتقالي، والمفروض ان انا عملت سيف. بس خلوا بالكم لما انا دوست انكواليفايد ما كتبتلوش السبب، فلما كتبتلوش السبب راح عامل، ولما جيت اعمل سيف قال لي لا ما ينفعش، لازم كل سيجمنت في السيجمنتات، يعني كل مقطع صوتي في المقاطع الصوتية اللي انت شايفها دي I لازم have اقول been always السبب. been طب اكتب interested in the market. طب اكتب السبب ازاي يا جماعة؟ هاجي هنا هو تعالى unqualified وادوس عليها تاني، هيتفتح لي القايمة بتاعة السبب، واكتب السبب هنا هو هيطلع هنا لو كتبت اي حاجة مثلا هنا not qualified مثلا، واقول له please make مثلا the first مثلا letter capital. اوكي، مجرد ما هدوس وخلاص خلصت هدوس هنا تاني. ماشي، هلاقي المفروض ان هو ظهرت له هنا هوت ايه السبب اللي انها unqualified، بس مش عارفه هنا مش ظاهره دلوقتي ليه. ايا كان لو فتحت عليها تاني هلاقيك مكتوبه الكلام دوت. طب انت طبعا كشخص في الكواليتي كنترول ما عندكش وقت انك تعمل 600 700 مسج. اوكي، فانت كل اللي انت هتعمله هتخليها كلها كواليفايد، كلها كواليفايد، I have been always وهتيجي هنا هوت هتروتيت في الحته دي هنا وهتعمل التاسك كله هنا valid، انه كله valid. هدوس هنا وهدوس انها كلها invalid، وهكتب السبب
ما زودش كتير قوي يا جماعه بليز، يعني اكتب كلمتين 3 ماشي، وبعد ما بتكتب هيتفتح لك ايه السبب انها بقت unqualified. هروح داخل على unqualified واكتب ان ال first letter مثلا should be capital letter. هقول مثلا first letter should be capital letter. Okay, first letter in the sentence. ما كترش عشان هنا ممنوع انك تكتب كتير، وراح دايس في اي مكان. بصوا طلعت لي الريزون بتاع انها unqualified. انت لما يجي لك المسج دي يا جماعه المفروض تراجع على صف، يعني انا لو ما بعملش نقطه اكيد انا مش هعمل نقطه في بقيه التاسك، بدور على التاسك كله ماشي، الا لو هو انت بقى نسيت كلمه كلمتين خلاص ما تعملش مراجعه لكله. بس انت لو انا بتكلم في كابيتال ليتر بتكلم في ايه، في اي حاجه انا بلغي من اللي هو تدخل تاني كواليفايد وارجع لشغلي عادي جدا. في الحاله دي انت لو عملت الانكواليفايد ديت مش هتضطر انك انت تمشي سيجمنت وتحط التعليق بتاعك ماشي. بس تاكد انك خد عينات عشوائيه وتاكد ان المشكله ديت موجوده في كل التاسكات ماشي، عشان ما تبقاش ظالم الشخص، ممكن يكون نسي واحده، ايه المشكله يعني. تقريبا هي دي كانت اغلبيه المشاكل اللي حصلت. واعتقد في ساعات انا بروح اعمل كده اهو، بصوا انا بروح اعمل كده وانا مش باين عندي ان في سيجمنت اصلا، بتبقى ضيقه جدا يا جماعه. بصوا انا مش شايفها اصلا، بصوا مش باينه اصلا، بالذات لو هي بصوا انا مش ببقى شايفها خالص، بالذات لو هي في الحته دي. بصوا بتبقى خط محطوط في الحته دي. طب انا اعرفها منين؟ هاجي همشي هنا هو في السيجمنت هلاقي في سيجمنت عندي بعدها وهتلاقي بص طلع هنا هو اكس، يبقى انا هضطر ان انا الغيها واتاكد ان مفيش اي مشكله ظاهره عندي خالص. طبعا كل شويه المنصه دي ما بتحفظ، كل شويه اعمل حفظ كل شويه اعمل حفظ كل شويه اعمل حفظ. ما ينفعش ان انا اعمل سبميت من غير ما اعمل حفظ، والا هيتلغي الشغل كله وهيروح الكواليتي كنترول كانك انت ما اشتغلتش التاسك، ممكن تطرد من البروجكت. فخلوا بالكم ما تظلموش نفسكم، اتاكد ان شغلي سليم، اتاكد ان مفيش مشكله عندي. لو في اي حاجه اسال، ما اسكتش، ما سيبش نفسي مش فاهم. كل شويه ادخل على تعليمات المشروع واتاكد دائما وابدا ان كلمه سكسس ديت بالاخضر او حفظ بالاخضر ظاهره. خلوا بالكم انا ما ينفعش ان انا ادوس حفظ او سيف واروح اتفسح، لا ابقى عيني على الشاشه واتاكد ان طلع لي انها سكسس. لو ما طلعش هيطلع لك الايرور، يبقى لازم احل الايرور او احل التنبيه دوت، ادخل على المقطع الصوتي واتاكد ايه المشكله اللي فيه. فخلوا بالكم عشان الناس اللي هي بتستهون وتروح دايسه سيف وماشيه وتفتكر ان شغلها تسيف والمنصه ما سيفتش، وراح جاي فجاه راح قافل اللابتوب من غير ما ياخد باله، شغلك كله هيضيع وهترجع تعيده من اول وجديد تاني. فنتأكد زي ما قلنا دائما وابدا ما نقفلش الصفحة بتاعتنا، ما نقفلش الصفحة بتاعتنا. طب في ساعات بيطلع لك ايرور، انا جايه ادوس سبميت راح مديني ايرور ان في مشكله في التاسك بتاعي، بس مش فاكره المشكله دي ايه رقمها، وانا مش عارف ادخل خالص اعمل سيف ولا اعمل سبميت بتاعي. طب اعمل ايه؟ زي ما قلنا هتروح رايح مش 404 مش 404 ولا نتورك فيلد ولا اللي هو التايم اوت اللي هو 3000 ولا 3 مليون، لا دي مسج تانية خالص. في الحالة ديت هعمل اعادة تسجيل للمنصة وانا فاتح التاسك نفسه ماشي، واروح اعمل دبل كليك كده اهوت، يعني سوري اعمل حفظ كذا مرة، هلاقي انها اتحفظت معايا عادي. الا اذا اتحرر التاسك بتاعك فمهما عملت دبل كليك مش هيقبل الشغل بتاعك. الموضوع سهل وبسيط مفهوش اي مشكلة. حاولوا دايما تسألوا وحاولوا تقروا التعليمات اللي احنا بنحطها. مش كل واحد ابقى انا كاتبه، والله العظيم ببقى كاتبه حل رقم الايرور والحل بتاعه وهو بعدها على طول يسأل يا جماعة انا عندي المشكلة دي احلها ازاي. طب ما تقرا انا كاتبه ايه، اكيد انا مش داخله العب وسايبه شغلي ومضحيه بكل الفلوس بتاعتي ومجهودي عشان اعلم حضرتك وانت حتى مش عايز تقرا. فاستاذنكم اقروا وشوفوا احنا بنديكم تعليمات ايه، محدش بيعلم حد ببلاش، احنا بنعلمكم ببلاش. فاستغلوا الفرصه وان شاء الله خير، ربنا يوفقكم واسالوا الله دايما من فضله عشان يعلمكم من علم. ودمتم في خير.